بطولة كأس العالم للمطار مع زميلنا حسن توفيق. نشوف مع بعض. كابتن اهلا بيكم صباح الخير اعزائي المشاهدين، صباح الخير زملائي بالاستوديو. النهارده مصر بتتزين ومطار القاهره بيتزين لاستقبال كاس العالم للمره الثانيه في مصر، اللي كانت المره الاولى في 2010. وعايز اقول ان احنا في انتظار وصول الكاس دلوقتي، لان الطياره اتاخرت اكتر من 55 دقيقه وهنعرف الاسباب دلوقتي ليه. عايز اقول ان اليوم الاول هيكون للنسخه الاصليه للنسخه الجديده لكاس العالم. هتكون يعني هي ماشيه جولات 89 دوله، هتروح تزور 89 دوله، وفي كل دوله هتعمل بعض الفعاليات الخيريه والمجتمعيه. وكاس العالم هيزور مصر للمره الثانيه لمده، يعني هيبقى معانا 3 ايام. هيكون موجود وزير الرياضه وزير الاستثمار بعد قليل، والفنان عزت ابو عوف هيقوم يعني باداره المؤتمر والقاء الكلمات. وكاس العالم دون هيصل النهارده على طائره خاصه اللي هي زي ما قلت احنا كلنا في انتظارها. عايز اقول ان اليوم الثاني هيبقى يتضمن حفل مخصص للاطفال والشباب ودور الايتام بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. عايز اقول اليوم الثالث هيكون حفل كبير تحت سفح الهرم بيتضمن عرض الانشطه الترفيهيه. الفعاليات هتنطلق النهارده بعد قليل. هيكون معانا دلوقتي حالا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد الشافي صادق، واحد مسؤولي التنظيم هنا في المؤتمر. صباح الخير يا استاذ عبد الشافي. صباح الخير يا حسن. يعني الاول نطمن المشاهدين، الكاس اتاخرت 55 دقيقه ليه؟ لا، هو في حاجه عاوزين نوضحها. يمكن الميديا في الشركه المنظمه ما قالتهاش ان الكاس هي ميعاد وصولها من الساعه 11:30 للساعه 12. دي ظروف طيران، وهي جايه على طياره خاصه لان هي جايه من عمان عاصمه الاردن. وكان في مؤتمر صحفي واحتفاليه للنسخه الاصليه لكاس العالم ضمن برنامج الرحله المخطط لها لحوالي 89 دوله. من المفترض ان كاس العالم ان هي لغايه ما ترجع للبرازيل في 2014 تقطع مسافه 92,000 ميل. احنا نتكلم على المناسبه الخاصه بينا، ان مصر لازم تستفيد من هذه المناسبه للروج على بلدنا، ان بلد الامن والامان. مصر هي قبلة العالم، مصر هي العظيمه بجيشها وشرطتها وشعبها. كابتن لو حبينا نقول اهم الشخصيات اللي موجوده النهارده، يعني واحنا شايفين شخصيات بس اغلبهم الاعلاميين، لكن النجوم لسه ما ظهرتش. لا، هو في نجوم كتير يا استاذ حسن. في بالنسبه للفنانين الفنان عزت ابو عوف، في الفنانه الكبيره يسرى، في الفنانه الكبيره دره، في الفنان محمود قبيل، في مجموعه كبيره من فنانين مصر اللي جايين حبا في مصر يستقبلوا كاس العالم ويروجوا لبلدنا، ان بلدنا هي مصر العظيمه، هي مصر الكبيره اللي هي قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا. مين من نجوم الرياضه المفروض هيكونوا متواجدين بعد قليل؟ هو في السيد الوزير الكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه، في الاستاذ خالد عبد العزيز وزير الشباب، في وزير الاستثمار خاصه، وان كمان الاحتفاليه دي تحت رعايه وزاره الاستثمار. كابتن يعني احنا ان شاء الله متواصلين مع حضرتك طول اليوم النهارده ونعرف كل التفاصيل، وبردك يعني اول ما توصل الطياره تقول لنا، لان انت من معلومات موثقه وبتجيلك على التو. ان شاء الله يا استاذ حسن. هي طبعا من اول الكاس ما تنزل من الطياره او الطياره تنزل على الران واي، هيكون المصريين كلها والعالم كله هيتفرجوا على كاس العالم وهي نازله للارض المصريه. شكرا كابتن، متواصلين معاكم اعزائي المشاهدين، زملائي في الاستوديو متواصلين معاكم طول اليوم النهارده مع الكاس الغاليه، متواصلين معاكم من مطار القاهره، ومكان ما تروح هذه الكاس قناه نايل سبورت ستكون معها ان شاء الله. هذا اللقاء ولقاءات اخرى سنوريكم بها بعد قليل. حسن توفيق من مطار القاهره. نشكرك يا حسن، وبالتاكيد احنا محتاجين لك كتير قوي النهارده. هنبقى معاك وعايزين نشوف اللقاءات والتفاصيل والحكايات والروايات الطويله اللي ليها علاقه بهذا الكاس، وهنتكلم عن بعض المعلومات عنه ان شاء الله، بالاضافه للقاءات والحوارات اللي هنشوفها ونتابعها مع زميلنا حسن توفيق. انا اسف جدا لمقاطعتك، لكن اذا تحب تتابع معانا طبعا هنروح لزميلنا حسن توفيق ونتابع معاه بعض اللقاءات او بعض المعلومات. اتفضل يا حسن. احمد
كشري. وعايز اقول ان احنا خلاص في انتظار على وصول خلاص كاس العالم اهوت، طائره على وصول، لانها فعلا تاخرت 55 دقيقه، عدى منهم حوالي نص ساعه دلوقتي. بس يعني النظام هنا بجد بصراحه يعني بديع، وفي مجهود مبذول جامد جدا. موجود صاله للاعلاميين، موجود صاله الفي اي بي، كلها نجوم موجوده. بس يعني حل يعني الحواجز الامنيه، وصعب علينا جدا ان احنا نخش جوه نظرا لظروف معينه او لاجراءات معينه. لكن وانا بحضر لهذا اليوم يعني استوقفني بعض الحاجات ان جون ريميه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1928 اول من اصدر قرار باصدار بطولة كاس العالم، ودي كانت عشان تبقى بطولة مستقلة غير الدورة الاولمبية، وسجلها باسمه جون ريميه. لكن عايز اقول ان كاس العالم بيوزن 4 كيلو وطوله 30 سنتي، وبتتجاوز قيمته من 5000 فرنك سويسري الى 3000 جنيه استرليني. معانا الاستاذ ياسر التهامي الناقد الرياضي. وصباح الخير، وعايز اطمن حضرتك وطمنا عن كاس العالم، فاضل له قد ايه ويوصل، مع ان احنا عدى 35 دقيقه من ال 55 دقيقه اللي قالوا عليها. اولا صباح الخير لحضرتك. احمد كشري موجود، واستاذ سعاد والاستاذ كشري ده حبيبي، ده انا لسه مكلمه من فتره، اللي هو احسن لعيب بيلعب في ال 18 ستريت، يعني زي علاء ميهوب ومحمد بشار، لسه مكلمه لما كنت في صفحه الرياضه قريب. طبعا صباح الخير، وانا اول مره اصحى بدري فعشان كده جيت يعني. هو المفروض ان كاس العالم هو حصل تاخير في الطياره زي ما سمعت، اللي هو كان في الاردن امبارح، وحصل تاخير مش الهزيمه 5-0 والاورجواي مش موصله ولا حاجه زي ما الناس بتقول، لكن هو حصل تاخير حوالي ساعه ل 10 دقائق. لكن هو في الطريق اللي انا سمعته، لان انت برضو في حاجات كتيره انت ما تقدرش اللي هي تحكم اللي هي اذا كانت صحيحه او لا غير ما اشوف بعيني، زي ما اتعودت، زي ما 20 سنه صحفي محترف بقول كده. فطبعا هو في وفد من الفيفا جاي، كان بيقولوا قبل كده انيستا كابتن برشلونه احتمال يكون موجود، بيليه احتمال يكون موجود، حد من الوفد او من الاتحاد الافريقي قد يكون. هو في دعوه لعيسى حياته رئيس الاتحاد، طبعا الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد، سمير زاهر او سيف زاهر، كل اعضاء مجلس الاداره المفروض موجودين. دي الدعاوي، دعاوي شخصيات عامه، في وزراء طبعا زي ما حضرتك عارف او زي ما الساده المشاهدين عارفين، في خالد عبد العزيز هو وزير الشباب، كابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه، وزير السياحه هيبقى موجود زعزوع، وفي ايضا وزير الاستثمار اسامه صالح على ما اعتقد. طبعا في زعزوع هشام زعزوع ده وزير السياحه، لكن وزير الاستثمار اسامه صالح. انا اعتقد وقد اكون على يعني مخطئ او كده، ان برضو ان شاء الله في شخصيات هتفاجئنا. اتصور اللي فيه ممكن مع الكابتن محمود الخطيب يكون موجود، ممكن يكون طبعا ياسر تشاركني الرأي ان كاس العالم وجوده النهارده في مصر ليه دلاله تانية اهم بقى من ان كاس العالم يجي، واهم من ان الذهب موجود لا، اللي بيقول ان مصر بلد الامن وبلد الامان، وتعالوا يا سياح مصر، تعالوا شوفوا مصر، احنا موجودين اهو في مطار القاهره، وجامع صحفي، ونجوم كبار موجودين، فنانين ونجوم كوره، وجاي نجوم كبار على مستوى العالم. يعني دي رساله اهم من رساله كاس العالم اللي يكون موجود. والله انا قلت، انا يمكن اول واحد، والناس اللي بيتابعوا النيل للرياضه القناه المحترمه عارفين كويس جدا ان انا اول واحد قلت ان بطوله كاس العالم الاهم اللي احنا عشان نوصل لها لازم الدوري يستأنف، لازم يكون في دوري، لازم عشان يرجع، ومعناها دوري يرجع بالجمهور زي ما قلت، اللي معناها في امن واستقرار لمصر. ويعني ان شاء الله دي هتكون بدايه، اللي هو النهائي الافريقي بين اللي هو الاهلي وفوزه، والكاس اللي هو الزمالك برضو ان شاء الله، ومنتخب مصر مع غانا بحضور الجماهير. في النهايه انا بس بحيي كل اللي موجودين في النيل للرياضه، وبقول فليحفظ الله مصر من كل سوء. شكرا كابتن. ويعني عايز اقول بردك معلومتين قبل ما اعمل اللقاء الثاني بعد قليل ان شاء الله، ان الفنان ايبيل لافلور هو من كلفه جون ريميه بنحت كاس العالم. وعايز اقول ان جون ريميه له قصه جميله مع كاس العالم، ان هو اخفاها في شنطه حقيبته وهو مسافر في اول بطوله كاس عالم 1930 في الاوروجواي، واخفاها في شنطه حقيبته وهم مسافرين في البحر. عايز اقول ان الراجل ده كان عظيم جدا ان قرر ان يكون في كاس عالم، وعظيم جدا انه بيمتعنا لحد دلوقتي، وهو مات عن عمر يناهز 83 سنه.
وتوفي سنة 1956. متواصلين معاكم طول اليوم إن شاء الله، ولقاءات قوية جدا مع جميع نجوم الرياضة المصرية والعالمية، وكأس العالم للمرة الثانية في مصر أم الدنيا. شكرا جزيلا طبعا لزميلنا المجتهد حسن توفيق، واحنا لمحنا الطياره وصلت بالفعل الحقيقه.